اي ظهر كاسه ويج طلع متاع. خليني اقول لك على حاجه. عندك هنا كده عنق، ده عنق، في هنا كده ما يسمى بالتخت، ساعات ده اللي بيتشحن اصلا زي تلاقي تفاح مثلا. طيب هتفهمها بعدين لما نشرح الوظائف. طيب ده عندك ده عنق وده تخت. كاسه ويج طلع متاع. ايه هو الكاس؟ اوراق عامله كده. يعني ايه اوراق عامله كده؟ اوراق انا تلاقي رسمها باللون الاخضر، فاوراق خضراء تسمى السبلات، يبقى ده الكاس. او ما هكتب تحتها كده السبلات، اوراق خضراء تسمى السبلات. تويج، يعني ايه تويج؟ تعالى عامله كده. دي ايه؟ دي التويج، بتسمى بالبتلات. كاس سبلات تويج بتلات، يبقى اوراق او صف واحد او اكثر من اوراق ملونه تسمى البتلات. طلع متاع، طلع ده اقدر اقول عليه عضو تسجيل في الزهره، والمتاع اقدر اقول عليه عضو التانيث في الزهره. ايوه يعني ايه برضه؟ طلع عامل كده. ده ايه؟ ده خيط يعلو ايه؟ يعلو متك. خيط يعلو متك، خيط يعلو متك، خيط يعلو متك. الخيط والمتك على بعضهم اسمهم ايه؟ الطلع. يبقى الطلع ده اوراق متعدده بتسمى الاسديه، اقدر اكتب تحتها كده الاسديه. ليه؟ الاسديه دي اللي هي الخيط واللي بيعلوه المتك. طيب المتك ده طبعا بيتكون من اربع، يحتوي على اربع اكياس من حبوب اللقاح. طبعا وظيفه حبوب اللقاح هنعرف دلوقتي. عندك في النص هنا كده، وناقص اقول في المنتصف حاجه اسمها، احنا قلنا كاس ويج طلع ناقص المتاع، يبقى هنا كده ده مبيض، ده قلم، ده ميسم. خلي بالك انا قصدي برسم او مش شرط، في ازهار فيها الميسم بيكون اعلى من المتك، وفي ازهار ثانيه بيكون المتك اعلى من الميسم، فلو المتك اعلى من الميسم كل قاعده تنزل كده من المتك للميسم، طبعا شرط انهم يندمجوا مع بعض، فساعتها بيحصل تلقيح زيت يعني، هنقول لك من شويه. طيب فده ايه؟ المبيض والقلم والميسم بيسموا بالمتاع. يبقى المتاع عباره عن ايه؟ بيتكون من كربله واحده او اكتر، تحت على غرفه واحده او اكتر، عباره عن مبيض قلم ميسم. المبيض قاعده الكربله واللي بيشيل فيه البيضات، القلم عنق رفيع بيعلو المبيض وينتهي الميسم. طب ايه هو الميسم؟ دي كده حاجه ماده لزجه او قرص لزج بيتلصق عليه حبوب اللقاح.